العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بأهم وأبرز العناوين. إصابة 3 مواطنين بكورونا اليوم. تدريب أعضاء إدارة الإقليم الأوسط. تنظيم أسبوع الشباب الثقافي الرياضي في إقليم جنوب البحر الأحمر. هجوم على قاعدة عسكرية نيجيرية يؤدي بحياة 56 شخصاً. كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً في البحر وتؤكد حقها في اختبار أسلحة. أزمة الوقود في بريطانيا تتفاقم والحكومة تستعين بالجيش. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة: أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل في الإقليم الأوسط إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا في أسمرة. في غضون ذلك شوفي مريض كورونا واحد كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6697. شوفي منهم 6629 وتوفي 42 مريضا، فيما لا يزال 26 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 28 من سبتمبر 2021. تلقى 60 شابا عاملا في إدارة الإقليم الأوسط بينهم 34 امرأة دورة تدريبية بالتعاون مع الشركاء في تقنية نظام المعلومات. شارك في الدورة التدريبية التي نظمت في قسم الإحصاء ونظام المعلومات الجغرافية لشهر واحد أعضاء المكتب المركزي وإدارات المديريات. وأوضح مسؤول القسم السيد تيدروس تخلي أن التدريب شمل تقنية الكمبيوتر ومتابعة جودة وسلامة شبكات الكمبيوتر وسلامة نظم الكمبيوتر وصيانة الكمبيوتر. وأكد ممثل المتدربين على السعي لخلق الأمان والاستمرارية في العمل استفادة من القدرات المكتسبة. وأوضح حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي هيلي أن نتائج العمل والتطور هو معيار التدريب، داعيا المتدربين للعمل الجاد لتحقيق خدمات جيدة. بدأ في مدينة عصب يوم 25 من سبتمبر أسبوع الشباب في إقليم جنوب البحر الأحمر، الذي يشتمل على مناشط ثقافية ورياضية وسيمينارات. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم السيد عثمان عبد القادر أن برامج التبرع الطوعي بالدم والنفير التنموي ستكون من ضمن الأسبوع الشبابي الذي يستمر حتى 7 من أكتوبر القادم. وقال إن الهدف خلق أرضية لتبادل التجارب ورفع وعي وقدرات الشباب، داعيا الشركاء لتعزيز المساهمة. دعا المتدربون لقيادة السيارات في عد قيح لإجراء امتحانات قيادة السيارات مرتين على الأقل في السنة بدل مرة واحدة، تماشيا مع كثرة عدد المتدربين. وأوضح مدربون قيادة السيارات أن المتدربين يتعرضون لخسائر مالية بسبب إعادة التدريب لتغيير موعد قدوم القائمين على امتحان القيادة، مشيرين إلى إرجاء الامتحان في الموعد المحدد هذه السنة مكن جميع المتدربين من إجراء الامتحان. وأكد مسؤول متابعة تدريب قيادة السيارات في مكتب النقل البري في الإقليم الجنوبي السيد تسفى المرزني على أهمية مطالب المتدربين. وتوجد 3 مدارس في مديرية عد قيح لتدريب قيادة السيارات للمستويات الثانية والثالثة. دعا الاجتماع التقييمي للسنة الدراسية 2019-2020 في مديرية شعب لتنسيق جهود كافة الجهات لتقوية مشاركة المرأة التي كانت متدنية في التعليم. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ موسى آدم في التقرير المقدم انخفاض نتائج الطلاب مقارنة مع السنوات الماضية، وأن مشاركة المرأة في التعليم تحتاج لاهتمام خاص،
وقال إن حياة الترحال الرعوية وزواج القاصرات وتدني الاهتمام وبعد المناطق وتراخي مراقبة أولياء الأمور من الأسباب الرئيسية للإشكالية التعليمية، داعيا مساهمة جميع قطاعات المجتمع لحلها. وشدد مدير مديرية شعب السيد أبو بكر إبراهيم على القيام بتوعية مستمرة للوصول إلى المشاركة والكفاءة اللازمة، مناشدا المعلمين عامة وأولياء الأمور وإدارات الضواحي خاصة للقيام بدور رائد. وذكر الاجتماع للعمل الجاد للتعرف على أسباب انخفاض المشاركة في التعليم وإيجاد الحلول العاجلة لها. وتوجد في مديرية شعب 23 مدرسة للمراحل التعليمية الثلاثة. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، لا تذهبوا بعيدا. لقي 22 من عناصر الأمن النيجيريين مصرعهم في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية نائية في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، حسب ما نقلت رويترز عن مسؤول في الولاية. وفي وقت سابق أعلنت السلطات أن هجوما نفذه مسلحون في قرية بولاية كادونا في شمال غرب نيجيريا أسفر عن مقتل 34 شخصا وإصابة 7 آخرين، وذلك وفق ما لما نقلته وكالة فرانس بريس. وقال المسؤول الأمني سامويل أروان في بيان إن مسلحين مجهولين هاجموا قرية ماداماي في كورا، وقد تأكد مقتل 34 مدنيا عقب الهجوم، وأصيب 7 آخرون، مضيفة أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة. أطلقت بيونغ يانغ باتجاه البحر مقذوفا غير محدد، رجح مسؤول ياباني أن يكون صاروخا باليستيا في تجربة تزامنت مع تأكيد سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على الحق المشروع لبلاده في اختبار أسلحة في مواجهة السياسة العدائية التي تنتهجها واشنطن وحليفتها سيول. وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان مقتضب إن الجيش الكوري الشمالي أطلق باتجاه البحر قبالة السواحل الشرقية للبلاد مقذوفا غير محدد. وسارعت وزارة الخارجية الأمريكية بإدانة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، مطالبة في الوقت نفسه بيونغ يانغ بالانخراط في حوار. وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا، مؤكدة أن هذه التجربة الصاروخية تشكل انتهاكا للقرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، وتشكل تهديدا لجيران جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وللمجتمع الدولي. تفاقمت أزمة نقص الوقود في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط شراء بدافع الذعر من سائق السيارات القلقين، لدرجة أن الحكومة أعلنت أنها طلبت من الجيش الاستعداد للقيام بعمليات التوصيل إذا لزم الأمر. وقالت وزارة الطاقة في بيان إن عددا محدودا من سائق الصهاريج العسكرية سيتم وضعهم في حالة تأهب ونشرهم إذا لزم الأمر لتحقيق مزيد من الاستقرار في سلسلة توريد الوقود. ورغم دعوة الحكومة السكان إلى عدم الحلع، فقد تهافتوا على محطات الوقود، فيما أشارت بعض الشركات إلى أنها تواجه صعوبات في التوصيل تؤثر على إمدادات المواد الغذائية في متاجر السوبر ماركت جراء تداعيات كوفيد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتصر الحكومة على أنه لا يوجد نقص في الوقود في البلاد، بل أن الأزمة ناجمة عن تهافت المستهلكين القلقين على شرائه، متسائلة عن التصريحات المثيرة للقلق التي أطلقها اتحاد شركات النقل البري والتي زرعت بذور الذعر لديهم.
أعلنت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها في تايلاند أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وفقد 2 آخران جراء فيضانات تجتاح 30 مقاطعة منذ الأسبوع الماضي. وتسببت العاصفة في مقتل 6 أشخاص من بينهم 5 في لوبوري وواحد في تاشوبون، ولا يزال شخصان آخران في إعداد المفقودين، أحدهما في كل من المقاطعتين. وتسعى السلطات جاهدة لاحتواء الوضع الكارثي في المقاطعات وتوفير الإمدادات اللازمة لإنقاذ السكان. وانتقل رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا الاثنين إلى ناخون سي ثمرات للإشراف على أعمال فرقة الإغاثة، وأكد أن الحكومة تنفذ خطة لمساعدة ضحايا الفيضانات التي بدأت في 25 من نوفمبر الماضي. ختام النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها. إعلان من وزارة الصحة. تدريب أعضاء إدارة الإقليم الأوسط. تنظيم أسبوع الشباب الثقافي الرياضي في إقليم جنوب البحر الأحمر. هجوم على قاعدة عسكرية نيجيرية يؤدي بحياة 56 شخصاً. كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً في البحر وتؤكد حقها في اختبار أسلحة. أزمة الوقود في بريطانيا تتفاقم والحكومة تستعين بالجيش. إلى اللقاء.